الكرام ومحمد الحنفي اللي بيظهر النهارده ل 12 مره في بطوله الدوري الممتاز. بنتمنى له التوفيق على بركه الله. هنبدا نتابع ونظبط الساعات. الزمالك على يمنا في ملعب الاسماعيليه بالتيشيرت الازرق والشورت الازرق، بينما النسر الاخضر النهارده بيرتدي القميص الابيض والشورت الاخضر. ويلسون على طول بهذا اللقاء ان احنا نشوف الهدف رقم 660. ادي كرة على طول وتسديدة ولكن بعيدة تماما من خالد. ركلة مرمى لمصلحة النادي المصري. 35 نقطة. موقف مشتعل. 20 فريق. اول مرة دوري مصري يبقى 20 فريق مجموعة واحدة. هيسقط منهم او هيهبط. نشوف الترقيصه الحلوه والتوغل من مصطفى. وادي التسديده. جول 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 في الدقيقه 5. باسم الحاسم في الدقيقه 5 بيضع الهدف الاولى والرصاصه الاولى للفارس الابيض ليصيب النسر الاخضر في بدايه احداث هذا اللقاء. ولكن بص شوف الروايه، بص شوف الشاب الجميل مصطفى فتحي، انطلاق وتوغل والقدم التي تعرف الطريق الى المرمى. باسم مرسي بيعلنها جديدة ويعلنها صريحة في الدقيقة 5 من عمر وزمن اللقاء. بص شوف فارس الابيض بيعمل ايه، وبص شوف باسم مرسي بيصل للهدف العاشر ليه خلال هذا الموسم ويتقدم للفارس الابيض علي جبر. محمد كوفي تحضير في اول 30 متر. ادي الضغط بيخسر نادي الزمالك الكرة في اماكن خطيرة. وادي تسديدة من عمرو موسى، اللاعب اللي بيلعب النهارده بجوار عاشور الادهم. بيلعب النهارده اللقاء رقم 21. دايما متحرر غير متقيد بمراكزه. تتلعب على طول الركنيه. التحامات عنيفه جدا ولكن التحامات مشروعه. كره القدم لعبه الرجال الاشداء زي ما بنقول. عمر جابر، سلامات يا عمر. النهارده بيلعب اللقاء رقم 19. تدخل قوي جدا مع اللاعب علاء شعبان ولكن اداء مشروع. كان تعرض للإصابة وغاب ولكن سلامات عاد. ادي كرة مرة تانية وتحرك من رؤوف، ورؤوف خطير جدا ولكن الشناوي، بقول لحضراتكم الشناوي السد العالي الجديد للكرة المصرية وللفارس الأبيض الأخطبوط اللي بيفرض خيوطه على شبكة نادي الزمالك في يمنع إحراز الأهداف. حتى الآن نادي الزمالك مميز جدا بأقوى خط دفاع. 12 هدف فقط اهتزت بيهم شباك نادي الزمالك خلال ال 25 لقاء. ادي خطأ وصفارة ضربة حرة مباشرة ولكن احمد رؤوف عنده امكانيات وقدرات ولكن الشناوي طلع قفل كل المنافذ. على حمادة طلبة. ادي اللقطة. بص شوف رؤوف، بص شوف التحرك، ما فيهاش راراية ولا صفارة ولكن الشناوي راس مال اي حارس مرمى كفء ان هو ياخد اقدامه ويتحرك ويبقى عنده قراءة فنية لحركة المهم جدا الشناوي. مرة تانية كرة للامام. حمادة طلبة بيلعب عرضية بتبحث عن رأسية باسم ولكن اللمسة الى خارج الملعب. ركلة مرمى. محاولات ولكن حاولة في الجبهة اليسرى. ادي اللعب بكرة عرضية عالية رايحة على القائم الثاني. حمادة طلبة برؤية جيدة يسلم لمصطفى فتحي. تقدم وانطلق. عدى يا ولد. فرصة حلوة جدا عندها المهارة وعندها الابداع كله للاعب الشاب مصطفى فتحي. عدى بمهارة كبيرة جدا قدر ان هو يحول نادي الزمالك في الجبهة اليسرى. عايز يعدي ولكن ويلسون يعمل ابعاد. حوار ما بين ويلسون وباسم. طبعا مش عايزين نشوف الاشكال ديت ولا المواقف دي تماما. رمي التماس. ادي محمد الحنفي حتى الان بيدير اللقاء بهدوء ولكن لازم يقرب من الكرة اكتر من كده. رمي التماس لمصلحة النادي المصري. في ضغط على حمادة المرة دي من علاء.
ادي مرة تانية يا ولد يا ولد يا ولد. حتى الان مصدر الامتاع هو مصطفى فتحي، عدى بالمهارة والرشاقة وعدى ب 30 متر ويسلم باسم صاحب الاهداف. ولكن باسم المرة دي استعجل، المرة دي استعجل وما ربطش. كان ممكن يرجع تاني لمصطفى وشه للجون، ولكن فكر ان هو يلف 180 درجة ويحطها في المرمى. نادي الزمالك لما بيربط ولما الكورة بتوصل عند مصطفى فتحي بيبقى فيه امتاع. هنشوف الافكار. محمود عبد الحكيم بيعكسها حلوة، ولكن الشناوي من الوضع طائرا يعمل ابعاد نموذجي. ادي احمد الشناوي بسم الله ما شاء الله، يا رب يحرسه ويحميه ويبعده عن الاصابات. حارس مرمى منتخبنا الاول ونادي الزمالك داوودة تقدم عدل نفسه. ادي الجملة الحلوة والاختراق وادي العرضية والتسديدة. ولكن فين يا محمد جمعة؟ فين كورة قوية جدا جدا، ولكن حلو السيناريو، حلو الاختراق، حلو الجملة، وحلو المساحة والتقدم. ولكن اللمسة اللي قبل الأخيرة كان عايز يحطها محمد جمعة في اتجاه المرمى مباشرة، ولكن زاوية التسديد صعبة جدا جدا. هل يا ترى نسمة لحجم وأهمية وظروف المباراة ورغبة الفريقين في انتزاع الثلاث نقاط؟ وإن كان الزمالك تحقق له المطلوب وتحقق له المراد بهدف باسم مرسي في الدقيقة الخامسة. الجهاز الفني كابتن مجدي بيعترض في اللقطة اللي فاتت ديت على التدخل اللي أشار باستئناف اللعب في حكمنا الدولي محمد الحنفي. واقع لاعب النادي المصري سلامات، دوري مضغوط، ولكن نادي الزمالك هيؤجل للقاء النادي الاسماعيلي. ادي التدخل القاسي من خالد قمر، ولكن على الكوره وخد ويغير اتجاه اللعب عند حماده طلبه. حماده طلبه حلوه التمريره وفي مساحات خطيره في دفاع النادي المصري. وادي العرضيه في منتهى الخطوره، ولكن فين القمر وفين اللي مكمل من مهاجمي نادي الزمالك؟ باسم مرسي، مصطفى فتحي، صاحب المفتاح وصاحب الحلول وصاحب الجمال وصاحب التمريرة الحلوة لباسم. ولكن على طول ويلسون بيعمل ابعاد، واسلام صلاح على طول مرة تانية بيكمل. لما الكورة بيبقى فيها سرعة وبيبقى فيها تحرك بنشتم رائحة الخطورة في هذا اللقاء. لكن لقاء بيسير في وتيرة هادية جدا جدا. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض باللقطة المضيئة، لقطة الدقيقة الخامسة، إلى الملتقى مع بداية أحداث الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء. مصري 4 أبيض وسط 6 أزرق، على طول الشناوي إبعاد وترجع مرة تانية العاشور خطيرة. وادي التسديدة في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. وأذكر حضراتكم في أحداث الشوط الأول اتكلمنا على الدفاع الكومباكت اللي عامله نادي الزمالك وعدم وجود مفاتيح أو عدم وجود حلول للاعبي النادي المصري. ولابد ايد لوحدها ما تسقفش، والمهارة الفردية صعبة جدا 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 في ظل الكثافات العددية. ادي باسم مرسي حتى مشاغب مع مديره الفني فيريرا، لكن طبعا بيعتذر. اعتقد هنبدأ نشوف اول التبديلات
واول الابداعات واول الاوراق الخطيره ايمن حفني ومعروف يوسف، ورقتين من العناصر الاساسيه اللي ممكن تغير وممكن تطور الاداء وتدي مصري. هل نشوف سرعه في الاداء؟ هل نشوف جرأه في الاختراق؟ ادي تعديه حلوه والعرضيه خطيره، عرضيه خطيره، ولكن شابوه شابوه حازم امام، تغطيه نموذج، تغطيه نموذج على القائم الثاني. ادي داوودة خد حبوب الجراءه والشجاعه وعدى واخترق، ولكن ناحيه اليمين مصطفى فتحي، بينما ايمن حفني هيروح للجبهه اليسرى. ودي تسديده بباطن القدم من على بعد تقريبا 18 متر، ولكن دي ما تخشش في الشناوي ابدا ابدا يا اشرف. لحازم امام، هيعمل ايه حازم؟ بيلعب كرة مقوسة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كان فين؟ كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ ادي باسم وادي عرضية حلوة يا ولد يا حازم، فعلا فعلا عرضية نموذج وراح لها نموذج. بص شوف التحرك، بص شوف رأسية لا تصد ولا ترد، ولكن يا دوب سنتيمترات اعلى من ال2 متر. المصري بيبقى خطير وعنده الامكانيات. ادي كوره مره تانية، متاخر الشناوي ولكن يعمل ابعاد، وحازم امام في المكان يشاوروا لبعض، والشناوي سلامات سلامات. اتاخر علي جبر وطلع على طول في اللحظه وفي التوقيت المناسب جدا جدا الشناوي، وخد صدمه من احمد رؤوف، ولكن اعتقد انها لن تعيق احمد الشناوي في مكان خطير، ولكن عمل تمريره سليمه المره دي لعاشور الادهم. ادي تقدم عاشور، عدى وعايز يوجد زاويه للتسديد، وادي التسديده جامده، وادي المتابعه، ادي المتابعه، وادي الفرصه، وادي الحل اللي قلنا لحضراتكم عليه، وادي مره ثانيه. ولكن فين التسديده الاولى قويه والتصدي. بص شوف بيبحث عنها عاشور الادهم، تسديده قويه من عاشور الادهم يتصدى ليها احمد الشناوي، ولكن المتابعه اتت من الدفاع الحديدي، دفاع نادي الزمالك، لكن التسديد مفيش كلام. مع بدايه النصف الثاني للروايه يا ولد على الترقيصه الحلوه من عمرو والمساحه الحلوه للسيد، وادي العرضيه مين هيقابل، وادي اللمسه من اشرف، ولكن علي جبر على طول بحساب المهندس ولغة الحساب في التوقيت المناسب بيعمل ابعاد. وادي باسم مرسي المشاغب بيخطف كرة وبيسدد، ولكن سهلة له معروف يوسف، دخل على حدود ال18. ادي تقدم مرة تانية جمعة، وادي العرضية يا ولد، ولكن الشناوي، وادي مرة تانية بيعمل فينت وبيلم علاء شعبان، ولكن عايز يمرر. لسه النادي المصري ابتدى يضغط وابتدى يحاصر، وابتدينا نشوف 5-6 قمصان بيضة، عشان كده ابتدى يبقى في قلق على فيريرا، وابتدينا نشوف عرضيات وتألق من احمد الشناوي ومحاولات للريبلاي ومتابعة الهجمة من النادي المصري، ولكن حتى الآن خلفهم احمد الشناوي. اخطبوط الكرة المصرية الجديدة، وادي الكرة العرضية، ولكن الاخطبوط اخطبوط والشناوي شناوي. فرق كبير جدا جدا وصمام امان، وزي ما بنقول مفيش فرقة بطولة تقدر تاخد بطولة الا لما يكون عندها حارس مرمى كفء. ادي كرة مرة تانية بتصل عند مصطفى فتحي، ماشي مصطفى عدى من الاول عادي وبيعمل التمريرة عند باسم، خدها باسم بعد تحرك، هيسيبها لحازم امام، عدى حلو، هيرفع اليمين مش لاقي حد يلعبها المرة دي على القائم الثاني، يفوتها معروف ويدي مرة تانية استحواذ، وابراهيم صلاح بيسدد، ولكن بتفقد قوتها وتوصل لعواد. توزيع الامامية، وادي 3 ابيض وسط 6-7 ازرق، صعب جدا. وادي الجملة والتحركات الحلوة الجماعية، وادي باسم يعمل محطة حقيقية، والتسديدة وحشة معدية بالعرض، يطلع على طول محمد عواد. الزمالك عنده 3 اهداف. ادي كرة مرة تانية خطيرة، وادي انطلاقة، وفيها ايه؟ فيها ركلة مرمى لمصلحة نادي الزمالك، واحمد رؤوف بيطالب بركلة جزاء. اكيد هنشوفها في الاعادة مرة تانية. ادي التمريرة والجملة الوحيدة اللي بيتحرك فيها
احمد رؤوف تحرك قطري، هل فيها التحام؟ هل فيها تعمد ايذاء او خطأ من محمد كوفي او تهور؟ اعتقد ان اللقطه مرت زي ما حضراتكم شفتوا، ومحمد الحنفي على بعد امتار قليله جدا جدا وبيحتسب ركله مرمى. محمد الحنفي مشي بالكرة ازيد من اللازم، اتخطفت. ايمن حفني على طول بيقدم كرة في اتجاه احمد علي، خطيرة جدا جدا، خطيرة جدا جدا وقصيرة جدا جدا من اسلام، ولكن كان مقرب عواد وقبل احمد علي المشاغب اللي بيحاول انه لما ينزل انه يبقى اضافة ويحاول يوجد نفسه مكان في تشكيلة نادي الزمالك. استحواذ مرة تانية، ادي التمريرة وادي احمد نجيب شق طريقه واحد والتاني، والتسديدة فين؟ التسديدة في السماء. محاولات فردية من جانب النادي المصري بمحاولة اختراق وتسديد، ولكن فين يا حبيبي فين؟ ادي احمد نجيب اللاعب البديل من اعلى نقطة يردها ابراهيم صلاح علشان يحط ازمة لويلسون. ادي الكرة مرة تانية في مكان خطير، وادي التسديدة، ادي التسديدة، وادي ايمن حفني، وادي لدغات وسهام الفارس الابيض. بقول لحضراتكم منكمش وبيلعب على الثلاث نقاط، ولكن عنده امكانيات وعنده فرسان يخلصوا في اي لحظة من لحظات اللقاء، وهو ده الفارق ما بين ال11 وال11، القماشة هنا والقماشة هناك. احمد نجيب يلعب رمية التماس، قفلها ابراهيم صلاح، ترجع لعاشور الادهم، كرة متسقطة، ادي المحاولة ولكن ابعاد. مرة تانية فرصة خطيرة، ادي التوقيفة من السيد، يهيأ كرة وبيسدد، ولكن بقول لحضراتكم الامواج، وادي الشناوي بيحل المشكلة ويعمل ابعاد، ولكن بقول لحضراتكم خبرة وتنظيم، ولكن محفوف بالمخاطر. احمد نجيب دخل لقلب الملعب مرة تانية، ويلسون تمريرة وحشة ولكن حلها، وادي الصعوبة يقع على الارض، مفيش اخطاء. خلاص اعتقد ان ثواني بنلعب في الدقيقة ال5، ادي انطلاقة بالمهارة الفردية ولكن ويلسون يقطع. وفي هذه الاثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة الختام على